السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزاي نغلي اللبن صح؟ يمكن السؤال يبدو تافه، ولكن إجابته مهمة جدا، وده لأننا كلنا عارفين فوائد اللبن وإنه يعتبر أهم مصدر من مصادر الكالسيوم وإنه مهم جدا لصحتنا. بس في نفس الوقت اللبن ممكن يكون سبب في الإصابة بأمراض زي السل والبروسيلا والسالمونيلا والليستيريا وغيرها من الأمراض الخطيرة جدا اللي بتتنقل عن طريق اللبن. في بحث اتعمل في إيطاليا سنة 2013 واتنشر سنة 2014 في جورنال اوف ديري ساينس. البحث ده مفاده إن الغليان بيقضي على الميكروبات الممرضة الموجودة في اللبن، ولكن في نفس الوقت الغليان بيعمل انخفاض حاد في بروتينات مصل الحليب وبيأثر بشكل سلبي على جودة اللبن. وهنا بقى السؤال المهم والمعادلة الصعبة: إزاي نغلي اللبن ونقضي على الميكروبات الممرضة الموجودة فيه وفي نفس الوقت نحافظ على جودته؟ الفيديو ده فيه إجابة عن السؤال ده، والإجابة بطريقتين: طريقة صح وطريقة أصح. هنبدأ بالطريقة الصح لأنها الأسهل والأشهر والأسرع، وبعد كده هقول لكم إيه هي الطريقة الصح. أول حاجة، وقبل ما أغلي كمية اللبن اللي عندي، باخد الأول معلقة صغيرة بختبرها بغليها عشان أعرف إذا كان اللبن ده رايب ولا سليم. اللبن لو رايب هيقطع ويبقى عامل زي حتة الجبنة زي ما في الصورة كده. كده اتأكدنا الحمد لله إن اللبن بتاعنا سليم وما ربش. نبدأ بقى نصفي الكمية اللي احنا عايزين نغليها في مصفى يكون خرومها ضيقة، أو في قطعة شاش أو قماش تكون نظيفة. وده لأن بعض الأحيان اللبن السايب بيكون مش نظيف وبيكون فيه بعض الشوائب. هنبدأ نصفيه عشان خاطر نتخلص من الشوائب دي. وطبعا يفضل الوعاء أو الإناء اللي هغلي فيه اللبن بتاعي، سواء كان حلة أو كسرولة أو لبانة أو أيا كان، إنه يكون من الستيل ستيل، وده أفضل حاجة لغليان اللبن. دلوقتي هجيب قطعة من السمنة البلدي وابدأ ان انا افركها في ايدي وادعك بها جدار اللبانة او الحلة بتاعتي من جوه، وهقول لكم ليه كمان شوية. المهم اهم حاجة زي ما انتم شايفين ان لازم يكون في مساحة فاضية في الحلة او الكسرولة بتاعتي يقدر اللبن من خلالها ان هو يغلي ويتمدد من خلالها. ما ينفعش ان انا املي الحلة على الاخر. هنرفع اللبانة بتاعتنا على النار، وكقاعدة اساسية لاي حاجة استانلس ان النار ما تتجاوزش قطر القاعدة الحرارية الموجودة تحت الوعاء زي ما في الصورة كده. ده كده غلط. الصح ان النار عندنا تبقى هادية ولا تتجاوز قطر الاناء بتاعنا. يبقى اذا اللبن عندي على نار هاديه مع التقليب المستمر. تقليب مستمر عشان بروتينات اللبن ما تلزقش في قعر الحله عندي وتتحرق ويظهر عندي المنظر ده، واكون خسرت جزء من القيمه الغذائيه للبن او الحليب بتاعي. دلوقتي اللبن سخن وهيبدا يغلي. ايدينا فيه على طول ونقلب بسرعه. وكقاعده اساسيه اي حاجه سخنه على النار، سواء بقى كانت شوربه او شوربه عدس او حليب او لبن يعني بمعنى صح، او اي حاجه سخنه على النار، بلاش نقلب بسيليكون او بلاستيك. التقليب بيكون بمعلقه خشب او معلقه ستانلس. المهم ان احنا عشان اللبن ما يفورش في اكتر من طريقه. اول طريقه فاكرين لما قلت لكم ان احنا ندهن الحله بتاعتنا او الكسرونه بتاعتنا بسمنه من جوه؟ دي كانت طريقه عشان نمنع بيها فوران اللبن. والحقيقه دي كانت اول مره اجرب الطريقه دي، وعايزه اقول لكم ان اللبن كان هيفور مني ولحقته على اخر لحظه. بصراحه الطريقه في دي فشلت معايا فشل ذريع، بلاش تجربوها. تاني طريقه لمنع فوران اللبن: هنحط شوكه بعرض الحله او الكسرونه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، وهنسيب اللبن بتاعنا يغلي ويتمدد براحته، وهنشوف ايه اللي هيحصل. زي ما انتم شايفين كده، على الرغم من غليان اللبن واستمراره في الفوران لمدة دقايق، مفيش ولا نقطة لبن نزلت على البوتاجاز. الطريقة دي جيدة جدا، أنصحكم تجربوها. هشيل الشوكة بتاعتي وأقلب بيها كام تقليبة كده عشان هبط الفوران، واسيب اللبن يغلي كام غلوة وبعد كده أطفي عليه. تالت طريقة لمنع فوران اللبن: عارفين طقم الفناجين الفرنيش اللي ما بنعملش بيه حاجة ده؟ هناخد الطبق ومش محتاجين الفنجان. هننزل الطبق في قعر اللبانة أو الحلة بتاعتي واسيب اللبن يغلي براحته. ده طبعا لو مش متوفر عندك منع الفوران اللي ظاهر في الصورة ده. وده شكل اللبن عندي وهو بيغلي بعد ما حطينا فيه قطعة مانع الفوران. تعالوا بقى اقول لكم على رابع طريقة لمنع فوران اللبن. هو اوريدي كده كده خلاص مش هيفور معايا، بس انا اقولها لكم ان هي طريقة سهلة جدا. كل ما الاقي اللبن بدأ يغلي ويرتفع معايا، ابدأ ارفعه من على النار شوية واشيله من على النار شوية وبعد كده ارجعه على النار تاني. كل ما الاقيه بدأ يرفع معايا وخلاص هيفور وهينزل من الحلة او الكسرولة، ابدأ اشيله من على النار لحد ما يهدى كده والفوران ده يهدى، وبعد كده ارجع احطه
على النار تاني. هاكرر الطريقة دي كذا مرة لحد ما خلاص يثبت على إن هو خلاص مش هيفور معايا. طبعًا أنا طبعًا مش باشيله أو مش بارفعه من على النار يعني دقايق، هي يا دوب ثواني معدودة على ما الفوران ما يهدى ويهبط كده وارجع أرده على النار تاني. الطريقة دي حلوة جدًا وسهلة جدًا ومجربة وجميلة جدًا في منع فوران اللبن. كده خلاص اللبن بتاعنا غلي وأخد كفايته من الغليان. ومعلومة مهمة جدًا، ارتفاع درجة الحرارة مع طول فترة الغليان بتفقد اللبن قيمته الغذائية. خلاص اللبن غلي وأخد كفايته، باطفي عليه مباشرةً وعلى طول على حلة فيها مَيّة بتلج، وأحط الحلة أو الكاسرولة بتاعتي اللي فيها لبن في المَيّة التلج ده، عشان نعمل عملية بسطرة بيتي للبن. هنسيب بقى اللبن كده يبرد ويتبستر، وبعد ما يبرد هابدأ أحفظه في التلاجة. مدة حفظ لبن في التلاجة 3 أيام، عايزة أحفظه لمدة أطول تصل لشهور يبقى أحفظه في الفريزر. دي كانت الطريقة الأولى لغليان اللبن. تعالوا بقى أقول لكم على الطريقة التانية لغليان اللبن، وهي الطريقة الأفضل والأصح، لكن للأسف 99% من الناس ما بيستخدموش الطريقة دي، وهقول لكم ليه. الفرق بين الطريقة الأولى والطريقة التانية هو حاجة واحدة بس، إن إحنا في الطريقة الأولى كنا بنحط الحلة أو الكسرولة بتاعتنا على النار مباشرة. هنا هاحط حلة الأول أو صينية وهنحط فيها مَيّة، وبعد كده المَيّة تغلي وبعدين نحط فيها الكسرولة اللي فيها اللبن. يعني بمعنى أصح هنغلي اللبن بتاعنا في حمام مَيّة، في حمام مائي. معلومة كده على السريع، لمّا نيجي نحط مَيّة في حاجة stainless ونغليها على النار، نحط فيها نقطتين خل، يعني هنحط في الصينية بتاعتنا دي نقطتين خل عشان خاطر لونها ما يغيّرش ولونها ما يسودش. إيه الميزة اللي في الطريقة دي؟ الميزة اللي في الطريقة دي إن هي بتحافظ على القيمة الغذائية بتاعة اللبن. طيب إيه العيب بتاعها أو إيه العيوب بتاعتها؟ عيوبها إن هي time consumer جدًا، يعني بتاخد وقت طويل. فدي الطريقة الأصح والأفضل لإنها بتحافظ لي بشكل كبير على مكونات اللبن. لكن زي ما قُلنا مشكلتها إن هي بتستهلك وقت طويل، يعني ممكن تاخد وقت طويل معايا على اللبن ما يبدأ يغلي. بس علشان ما تستهلكش معاكِ وقت طويل ما تحطيش كمية مَيّة كتيرة. يعني إحنا شايفين هنا الصينية أصلًا الحرف بتاعها صغير، الحرف بتاعها صغير وأنا حاطة فيها كمية مَيّة صغيرة. فبكده إن شاء الله اللبن مش هياخد معايا وقت طويل على ما يبدأ في الغليان. هو طبعًا الطريقة الأولى أسرع، ولكن الطريقة التانية هي الأفضل والأصح. نخلّي بالنا طبعًا من المَيّة الموجودة في الصينية دي هي ممكن تنشف مننا، فنزوّد كمان شوية مَيّة صغيرين على ما يبدأ اللبن يغلي. أنا كده وصلت لنهاية الفيديو، بس قبل ما أختم في حاجة مهمة جدًا عايزة أقولها، ودي يعتبر أهم من الكلام اللي اتقال في الفيديو كله. أنا شُفت فيديوهات غريبة للأسف لمشاهير على الإنترنت، بيقولوا فيه قد إيه إن اللبن ضار والمفروض إن إحنا أصلًا نظامنا الغذائي يكون خالي من اللبن. الحقيقة أنا سمعت الكلام ده واتضايقت جدًا، إن إحنا مسلمين وماشيين على القرآن والسنة. اللبن مذكور في القرآن ومذكور في السنة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لمّا كان بياكل أي طعام كان بيقول: "اللهم ارزقنا خيرًا منه." إلا اللبن. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لمّا كان بيشرب لبن كان بيقول: "اللهم ارزقنا وبارك لنا فيه." اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إحنا لن نحرم ما أحل الله. لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو ما تنسوش تصلوا وتسلموا وتباركوا على خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اكتبوا لي في الكومنتات عايزين نتكلم في إيه، واكتبوا لي في الكومنتات عبارات تشجيعية وتحفيزية عشان أقدر إن أنا أكمل معاكم فيديوهاتي. وكمان ما تنسوش تشتركوا في القناة لأول مرة تشوفوا القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.